السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب دايما في أتم الصحة وأحسن حال. هعمل معاكم النهارده إن شاء الله بإذن الله فطير الطاسة المحشي، طبعا بأي حشوة انتوا بتحبوها، بجبنة رومي، بجبنة فلامنك، بجبنة شيدر، بطماطم وجبنه، ببسطرمه، بسجق، سوسيس، اللي انتوا عايزينه. دي حاجات ترجع لكم انتوا يعني. طبعا الفطير دوت بمكونين اتنين بس، الدقيق وشويه ملح وميه بتغلي اهي، رشه ملح و3 كوبايات دقيق، بس هو ده المكون بتاعه، مفيهوش اي حاجه تانية خالص، بس يتعجن كويس. طبعا هنحط رشه الملح، هنسمي الله، رشه الملح، وهنبتدي كده الميه حبه حبه. طبعا الميه مش بمقادير، انت بتحطيها حسب العجن اللي قدامك. طبعا العجينه بتطلع طريه وبعد كده بتلم، نحطها طبعا نسيبها نص ساعه. انا بلمها الاول وبعد كده طبعا هعجنها. هعجنها كده اخلصها واوريها لكم. بصوا هي طبعا بتلزق شويه واحنا عايزينها كده. بصوا طبعا انا هدينها زيت واحطها برده في زيت، يعني دهنه بسيطه كده. بعد ما هتخمر بعد نص ساعه هتحطها تخمر نص ساعه او تستريح نص ساعه، مش تخمر عشان ما فيهاش خميره يعني. تستريح نص ساعه، بعد كده بقطعها واحطها نص ساعه تانيين. بس كده اخلص واوريها لكم. كده العجينه استريحت اول مره. قطعتها طبعا 4 كور كده وحطيتها طبعا تستريح تاني نص ساعه في الاول ونص ساعه تاني. هنبتدي بقى معانا حشوه جبنه بقوطه، معانا حشوه لحمه مفرومه معصجه، بسطرمه، اللي انت عايزه تحشي بيه، بيبقى دي حاجه مزاجي يعني، احشي بيه. بنفردها طبعا، اعمل قدامكم وبعدين نحطها على الطاسه. طبعا السمك اللي هو سنتي كده يبقى حلو يعني، متبقاش رفيعه قوي. طبعا مش هفردها قوي. بسطرمه مثلا نلمها كده ببقجه كده، العجينه زي الملبن. نفرد بعد كده واحده واحده اهي، عشان ما تبقاش رفيعه او الحشوه تبان. نحط بقى اللحمه المفرومه، نحطها في النص كده عشان ما تطلعش على الحروف اهو، نلمها كده. نحطها برضو لما نيجي نحطها في الطاسه بنفردها تاني. بصوا حلوه ازاي. وبايديك ممكن، طبعا ممكن تكون المردانه دي تقيله عليك.
نحط بقى الجبنه والقوطه، تحطي فلفل عليه بيبقى حلو برضه. سخن طبعا الطاسه وندينا دهنه زيت بسيطه. يلا بينا نحط نقعه زيت كده صغيره. زي ما انتم شايفين كده بقى بسيبها شويه، اغطي عليها. شوفها بس نشق عليها كده كده خلاص. بصوا الحلاوه بقى، بصوا عامله ازاي، حاجه كده جميله سهله على طول يعني، متاخدش وقت. كده خلاص بقت زي الفل ما شاء الله. بصوا الناحيتين. احط بقى كده واحده تانية. كمل بقى الباقي واوريهولكم. زي ما انتم شايفين الفطير طلع عامل ازاي. بصوا حاجه يعني روعه. بص عامل ازاي، ريحته جميله وجميله جميله يا جماعه. تعالوا لكم بقى قطعه منه. دي مبقاش في امكانيه ان انت يعني بحريه كده انك تقطعه. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه والجمال. طبعا طلع منه صهد جامد يعني. بصوا يعني حاجه ملهلب بجد يعني، حاجه وريحته مش عارفه اقول لكم، بس يعني ريحه فطير مشلتت على يا فطير بحشوه جميله، كل حاجه حلوه فيه بصراحه. يعني حاجه كده اتعملت بسرعه وجميله وما خدتش وقت، وعشوه حلوه او غدوه حلوه، كله برضو يعني بيقضي نفس الغرض يعني. يا رب يا حاجات كانت تعجبكم تعملوها وتتهنوا، ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان الوصفات توصل لكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.